نعمل ايه المرحلة اللي بعد التقديم. طبعا انتوا كلكم خلاص اخدتوا رقم، الرقم اللي في الاخر بعد التقديم ده محدش يضيعه، لان ده اللي هنستعلم بيه عن النتيجة، وده كمان اللي هنشوف بيه احنا ميعاد امتحاننا امتى، وكمان بعد ما نمتحن عملنا ايه. فمحدش يضيع الرقم اللي جاله في اخر التقديم. طب دلوقتي نعمل ايه بقى؟ دلوقتي انت في مرحلة انك تستنى ميعاد الامتحان. طب احنا هنمتحن في ايه؟ اول حاجة احنا هنمتحن في القدرات السلوكية، ودي بقى مواقف بيسألك هتعمل فيها ايه، يعني لو انت اتحطيت في موقف زي ده هتعمل ايه. وده محدش يستهون بيه، لان الاسئلة الاجابة فيها بتبقى متشابهة جدا، زي اوافق جدا، ارفض جدا، او ارفض الى حد ما. يا ريت نبقى متدربين عليها من على اليوتيوب. تاني حاجة العربي كان اغلبه نحو، بس في حاجات الناس اتفقت عليها انها جت لغير التخصص، يعني غير تخصص عربي. طب نركز على ايه لغير تخصص عربي؟ نركز على القواعد، زي ايه؟ زي الهمزات، زي كان واخواتها، ان واخواتها. الهمزات مثلا اللي هو الهمزة، همزة قطع ولا همزة وصل، وشكل الهمزة المتطرفة والهمزة المتوسطة. كان واخواتها، كان بترفع، اسم كان بتبقى مرفوعة، وخبر كان بيبقى منصوب. إن وأخواتها، إن طبعا العكس، بتنصب الاسم وبترفع الخبر. جمع مذكر سالم بيترفع بإيه وبيتنصب بإيه، والجمع مؤنث السالم والمثنى وإعرابهم إيه. والأفعال الخمسة يبقى آخرها ألف ونون أو ياء ونون. وأدوات النصب الفعل المضارع، وأدوات الجزم الفعل المضارع. طبعا تاني حاجة أو تالت حاجة هيجيلكوا انجليزي. الانجليزي اغلبه للأسف كان جاي حتى لغير التخصص، كان جاي كلمات بس، انت مش عليك غير انك تراجع القواعد. وفي فيديو تحت الفيديو ده عاملاه علشان مراجعة، هحط اللينك في الوصف. كنت عاملاه لمراجعة اهم قواعد اللي جت في الانجليزي، وممكن برضو تذاكروه من القواعد بتاعة تالتة ثانوي. يعني مثلا الادوات اللي بتربط الازمنه طبعا، والادوات اللي بتربط. انا عامله فيديو هحطه في الوصف بخصوص الانجليزي ده. راجع القواعد اللي جت في الامتحانات السابقه. كمان جه حاسب. اغلب الحاسب كان جاي اختصارات، وهعمل فيديو قريب عن اغلب الاختصارات اللي جت قبل كده. طب التخصص، لو انت مثلا تخصص دراسات فانت هتذاكر مناهج لحد تالتة ثانوي. طب لو انت ما عندكش خلفيه عن المناهج قبل كده، فانت هتقرا قراءه كده، تاخد معلومات جديدة كمعلومات عامة، يعني لان اصلا الامتحان بيجي اختر. فالمهم انك بس تجمع معلومات. بعد كده المعلومات العامة، والمعلومات العامة مالية اليوتيوب، اسئلة مسربة كتير. يعني اكتب بس معلومات عامة، مسابقة التربية والتعليم او مسابقة البريد، هيجيلك معلومات عامة كتير جدا جت في الامتحان وما جاتش كمان في الامتحان. زي مثلا ممكن تتابعوا برضو مصطفى تكنولوجي، اتكلم عن المعلومات العامة كتير قوي، وإيمان السيد، تابعوهم من على اليوتيوب. لا، عملوا المسابقة اللي فاتت مجهود جبار في المعلومات العامة، وكانوا دايما يجيبوا حاجات اللي بتيجي، فحلوين في المعلومات العامة. الاي كيو ده من اليوتيوب، دي اسئلة بتبقى بس بيختبر تركيزك، فبتبحثوا على اليوتيوب عن الاي كيو، بيجيلكوا كتير في الاي كيو، اتدربوا عليه قبل ما تخشوا. التربوي ده نذاكره منين؟ انا بقول نذاكر التربوي من ملف المتقدمون. الملف ده موجود على كل جروبات واتس وعلى الفيس، واللي مش معاه يبعتلي وانا هبعتهوله. ده كده عرفنا احنا هنعمل ايه في الفترة الجاية لحد ما يجي ميعاد امتحاننا.